وعي سنارات. شوف يابا كل شي بيها، ترتيبات الصيد، شغلات، كل اللي تريده موجود هنا. شوف هذا شباب سمك، شباب لزم سمك. ايه شباب لزم سمك. الله اضرب. قلت هذا يا الله شنو سترك يا ربي. وقفت جاي اشيك، افتح القبض مال دهن، برق 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 يلعب شوبي برق برق يسوي لي. قلت خرب حظي ابتليت. السلام عليكم شباب، رجعنا لكم فيديو جديد. هالمرة ان شاء الله نروح على البحيرة نصيد. صراحة اخر مرة رحنا على البحر مع الخبرة القليلة، طبعا احنا مبتدئين بالبحر او ما كان عندنا نصيب بيها، قسمة الله بعد ما صدنا. خلينا نتوكل هسه ونشوف البحيرة والاجواء واستكشافات. هناك المكان كلش حلو مرتب، مناظر طبيعية فتشي. ادعوا لنا يابا شباب نصيد اليوم ان شاء الله. غير تدللون يابا. شوف الجنطة مليان، هم كل يومين مليان. صراحة اخر ما صورنا وراها صارت مطر واجواء كلها مطر بنص الصيف. احنا همينه كلها دشت، وهسه كم يوم صار لي اريد اروح على ميه شي نتونس، ماكو مجال. هاي المانيا. خلينا نمر هسه على همين تجهيزات الصيف. هذا ماركت مال صيد، ناخذ لنا بلكي فالطعام شي. خلينا ننزل بلكي نشوف. هذا شوفكم الماركت شلون حلو، ترتيبات بيها شنو تريد. الله خالقه اللي سوالف الصيد كلها موجوده والله خالقه. اي والله اللي مصنعين البشريه طبعا. بس نكتشف الموضوع. انا يمكن اخذ دود احسن شي. هذا المحل خوش ترتيبات بيها والله يا شباب، امورنا ماشيه. شوفوا هذا ترتيبات يابا. هاي جنط مناسبه، تخلي بيها اللي تريده. حبيب قلبي ابوس عينك والله فد شي. انا عندي مثل هذا تقريبا ياخذ سنارتين، بس ما استخدمه هواي لانه صغير ما ياخذ هواي سوالف. ان شاء الله عن قريب راح ناخذ مثل هذولا. شوف ضخم، اخذ له 3 سنارات 4 وغراض كومه تخلي بيها فد شي. وعي سنارات. شوف يابا اوف الله مضبوطه. هاي خاص بالبحر هذولا. كل شي بيها، ترتيبات الصيد، شغلات، كل اللي تريده موجوده هنا. شوف هذا مسوين عرض عليها 170 يورو، والكرسي زين يدللونك والله. هاي حتى تروح هناك تبات بعد ما ترجع شوف هذا والله فد شي. هذا بس الخيمة 280 يورو تقريبا، والكرسي وياها 200 180، يعني يجي لك 500 يورو يجي. بس امورنا ماشية فد شي. يلا يابا. هذا الغاز مناسب والله، كان ادور على الغاز. شوف فد شي هذا بس 150 يورو. شو السالفة؟ هو 20 يورو بالسوق اي والله. هاي عندنا يمينه زين. هذا كرسي، جنطة، كل شي بيها 50 يورو يمينه. وهاي مناسبة، خليها هناك، خلي السمك بيها ويا الماي ويسبح وياك يلا يابا. هذا طعام ترتيبات. ندري اخذ هذا رخيصة من يورو.
هاي شنو؟ هذا ما يفيدني. كل اللي تريدونه موجودة ما شاء الله. ترتيبات، ملابس، اللي تريده حذاء، كل شيء موجود. يلا شباب، هسه ما عندنا مجال صراحة، خلينا نلحق على الصيد مالتنا. المرة الجاية ان شاء الله اجي اصور لكم بالترتيب، ونشتري كم سالفة همينة ملابس وغراض، لأنه يعني احتاج صراحة هالفترة. Was nochmal? Haben Sie Würmer und so? Genau. Wurm, Dendrobena oder Taube. Ja, ich brauche für Kirsche Sie hier ein Pretz. Ja. Auf Barsch Ja. oder worauf willst du los? Karp, Barsch und so, ja. Also das wird der Dendrobena. Ja. Der ist halt ein bisschen größer und kräftiger. Ja. Ein Rotwurm halt ein bisschen kleiner. Ich glaube, hier ist besser bei mir. Immer funktioniert das hier. Ja. Ja. Genau. Alles klar. Und halt sonst normale Maden. Ja. Dann hier, nehmen wir die 3 bitte. Mit Karte bitte. Hier 39. Alles klar. Das darf losgehen. Brauchst du den Beleg? Am besten ja. Ja. Alles klar. Bitteschön. Danke, tschüss. Ciao. يلا شباب، اخذنا هذا دودة وطعم مناسب. خلينا نشوف نستفاد منها ان شاء الله. شنو توقعاتكم شباب؟ نقدر اليوم نصيد ان شاء الله. الرزق بيد الله طبعا، ما حد يدري، بس نحاول. شو تقولون؟ هو صراحة انت ايش قد ما تدلل السمكات هو يجيك خير من الله، بس انت دللهم واكلهم، سوي فضل. وهو من الله يجيك. والله خيرات، اعمل خيرات يابا. وصلنا واخيرا. يلا هسه تعالوا ويانا حتى نروح نصيد احلى سمكات. خلينا نبدا يابا. اضرب ابوس عينك. شباب انقز شي شنو من توصل ذاك المكان وتالي ناسي اهم سوالف. هاي اصعب سوالف، موقف كان محروق روحك بيها. وامشي الجنبل. يا الله، هذا هو الشباب اللي قلت لكم، يركض وراك ويسوي لك تتبع. يركض وراك شنو؟ ما نسينا شي؟ ان شاء الله ما ناسي يابا. ها تليفوني، شوف امشي ورا التليفون، شنو تنساها؟ يلا يابا نتوكل. الحمد لله على كل حال يا رب العالمين. لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله. الحمد لله. وهذا البحيرة شباب وصلنا. خلينا نشوف نكتشف الاوضاع هنا.
الله جوي اويلي ابوس عينك يابا. خليني نشوف اكو سمك. السلام عليكم. خليني بعد لنا شوية نتأمل. اويلي ما بقى لنا وقت. فشباب هسه نروح نلاقي لنا مكان حلو، ترتيبات الحلوة، نقعد نرتاح. اول شيء اهم شيء نرتاح. هذا الراحة ما ينتهي. هسه اول ما نروح لهناك دقص هاي شنو هنا؟ What is this؟ باريه فراي انجل بلاتس. هذا مال هذول محتاجين خطية. شوف يا ربك شلون يهتمون بالإنسانية هنا، شلون يهتمون بالعالم بالناس. مسوين هيك بمكان حتى واحد إذا محتاج يجي لهنا يصيد براحته. شوف يابا والله ما أدري شو أقول صراحة، هذول إنسانية الله شاهد. شوف شلون يهتمون بالواحد، ماكو فرق والله العظيم. هسه لو إذا كان راسك أسود أبيض شنو ما تكون، تجي لهنا تسوي اللي تريده مثل والله ما أعرف صراحة. الشباب خلينا من هاي المواضيع، شاب راسنا منها. اي والله يابا توكل. شوف هذا الأجواء ما شاء الله. شلون شجرة هذا بس مقصوصة من فوق، ما أدري شنو مقصينه. قد ضخم. تعال أحضنك تعال. جايبين جبل الله. لا يا الله هذا شنو على قلبي؟ حشيش ذاك برجلي. شفتوها فالضخم ترى انا يمنا عريض. سمين ما يقول سمين يقول عريض. شنو هذا المكان؟ هنا نجي نصيد. وش مكان ترى؟ هذا شنو؟ ما ادري مكان مال مجاري شنو هذا؟ خلينا من هوابه مو مكان. مو زين هذا المكان. فاي شباب هسه يمكن لاحظتوا كان عندي سيارة جديدة جايب غير السيارة البي ام. صراحة أنا دائما عندي مشاكل ويا السيارة. عراقي بعد ما له فايدة إلا فقريات. ماكو دائما فقارة سوالف شكو يجي بطريقة كلها فقر. كانت سيارة البي ام خرب صار عنده مشاكل. والله صراحة جديد جبتها من صار لي فترة بسيطة تقريبا 3-4 أشهر وخرب. ضرب التوربو عنده وما ادري بعد شنو عنده مشاكل يدخن. انا من تركته يم البيت جبت هذا السيارة لحد ما ابيعها هيجي لين ما. هاي شنو؟ هاي الشجرة شنو؟ لا يا ربك شلون واقع؟ هاي ضاربة برق يمكن. شقد ضخم همينه. لا خطية. شايفين شباب؟ حتى بيت العصفور هناك. شايفين بيت العصفور؟ خطية بيت العصفور همينه معلق وياها رايح. لا شلون ضخم همينه ضاع عمره. واقع بالماي. شو وقعك؟ يمكن ضاربه برق هذا اكيد. اي والله انقهرنا على شجرة خطية. بس لا والله ضخم هيك ضخم. اني صراحة سوالف هيك عريقة عتيقة قديمة ضخمة تنقهر عليها. هيك عمر مسوي الله يدري هسه مئات السنين يمكن هذا عمره الله يدري. هيك ضخم طبعا يقهر والله. اي والله. فشباب خلينا نرجع لسالفتنا انا ويا السيارات. خليني قاعد هناك اسولف لكم قصة السيارات. عراقي ومشكلته فقرياته ويا السيارات. بالمانيا صراحة عندي كلش فقريات وياها. فهناك نكمل نقعد ان شاء الله براحة ونسولف. يلا يابا. هاي شنو هنا؟ طفرته. خوش مكان همينه.
هاي السفينة شنو؟ تاركينه هنا. يا الله، نقدر نروح لهذا الشجرة؟ هو واقع لو شنو؟ والله يابا انا وقع بالماي. شلون عتيقة رايح بيها ماي مطر، هذا مو مزروف اكيد. لا يا والله وقعنا، كان وقع. هلا يلا خلينا نروح نستكشف الفوق ونشوف بلكي نلقى مكان مناسب. شنو هذا مكان؟ ايه شو كاتبين هنا؟ ريفاتس ستاك اوف ايجن بيفور. هذا المكان بريفات بس تقدر تروح عليها انه شخصي، خلينا نقول مال بيوت هناك شوف، بس يقدر الواحد يروح عليها بمسؤوليته. يقول هنا اذا كاتبين بريفات على مكان يعني شخصي، هذا المكان ملك الواحد، فانت ما تقدر تروح هذا المكان ببساطه، ممنوعه. بس اذا كاتب وياه انه معلومات مثلا على مسؤوليتك تروح او هيك شيء، فهذا لا تقدر تروح بس على مسؤوليتك. مثلا المكان خطر، هذا الخشبه اللي جوا هنا شايفينه ينكسر او قديمه، فانت على مسؤوليتك تروح عليها وتقدر اي واحد يستخدمها صراحه. هسه شوف نروح لي فوق وهم نرجع هنا. خوش مكان هذا صراحه، عجبني. ما هذا؟ هاي شنو؟ بار، مطعم، نص الغابة. اوف الله، ايش جابهم لهنا هذا؟ شوف هذا السفينات هاي حلوة. يقول ذيك الجرر حتى نجي خطية، ما عندهم عملاء. خوش هذا السالفة. شوف نجي انا واليوذا نصعد فتشي والله. خوش بحر همينة تفرفر بيها. نشوف نكتشف من هنا نشوف شنو هذا. صراحة ما حبيت اطمن الباب، بس هناك مثل فرع ثاني نروح منه نشوفه، يعني ما موجود احد صراحة هناك. ما حبيت اطب، فاذا موجودين عادي تقدر تطب، بس اذا ما اكو احد احسن نستأذن. والسفينة تضرب والله. شوف نجي فرفر لي هذا بيه حلو. هاي فد شي اذا تاخذ فد واحد تروح تشمر السنارة. اهم شي صيد والله مصيباني. ما اجوز من سوالفي. والله اجي اسويها. هذا تحدي لكم، اذا قبل صاحب المكان نجي ناخذ فد سفينة ونشمر السنارة بلكي صدنا بيها فشي. هو والله هاي المكان مناسب. ايه وش حديقة هنا. شوف اكو مكان حتى نصيد. ايه اكو مكان والله منه. خلي غراضنا هنا. ويلي احلى مكان هذا هو والله. فتشي شباب مثل هذا. شوف خوش سفينة. والله تروح منك تقضيها لي جوا احلى شي، وتذب السنارة وياه.
جوك يصير والله فتشي يابا، الا جربوا وياكم. اصبروا علي ان شاء الله. فيديوهات الجايه اذا عجبكم هذا الشيء وتحبون نسوي هذا المغامره قولوا لي بالتعليقات شباب، حتى نجربها نروح بالبحر هذا وبالسفينه ونذب السناره. ما هذا جوا الشجره اكو فد سوالف. يا الله شايفين هذا شباب؟ ما ادري تشوفونه لو لا. هذا فخ لو شنو مسوين فخ السمك خارج الماي شويه، واحد يخليه شويه جو الماي شي من هنا. والله ما ادري، الله اعلم شنو هذا. اكتبوا لنا بالتعليقات شوف شنو هذا. يا الله يلا يابا نتوكل، طلع الغراض وسوالف. زين شباب اني هذول جبت بس شلون اسويها؟ ما جايب لا بطل ولا شي وياي. شو تقولون؟ لازم اخليه بالماي وقد مكان بطل هيك شي. الله اكيد الاقي بطل بهاي الزباله سوالف اشقه قوطيه اي شي كان. اخوان لقيت لي هاي البطل قصيته. شوف نجربه شنو هذا. صراحة انا هاي اول مرة اشتري، دائما اشتري من هذا ما ادري، بس هذا كان خبز خمون. شايف هاي البسخم اللي ورا ظهر ما حد يحبه قوي، ورا ظهر بالعراق ناكله ويا شاي، كان بسخم هذا مناسبة. هسه اخبط هذا وياها، لا خليني نجرب اول شي هذا وحده شوف شنو بعدين. ليش ما انتقل لهنا؟ هذا الرجال كان قاعد هنا، خلينا ننتقل لهنا احسن، والله قريب من الموي. يلا يابا توكل. نقوي نخليه جوا ما يوقع. تمام انت مجال هناك لو قاعده لو واحد من يجي لهناك يقعد خطيه، ما لازم ناخذ كل المكان. شوف رتبناها. مناسبة. يلا نجيب هذا خلي له شوية ماي. هذا شوف شي يطلع منه. كان اجيب لي خبز انا نسيت الطعم، نسيته من البيت. اسوي لي عجينة شي شوية. خليته هواي بيه مشكلة قوي كلش. ها ما يتعجن. طابوقة كأنه شنو هذا؟ يمكن خربانة ما ادري. بس شو نسوي؟ شوية نذب الماي، خليني مكان مناسب حتى نذبه نسوي له طعم لو بعدين هم يجون. سنجي نخلي على فيدر مالتنا. يا الله هسه دور الدودة. يا تعال شباب تعذروني بس والله اني كلش مكروه يمي الدود، اصلا لمس مالته ما ادري يزعج. تعال تعال.
مضبوط هسه. نجي نرتب هذا هسه على كيفنا نذبه بالماي. بس هذا البطاط اللي يعلقون بالخيط مالي شي جاي يلوحون بيها. ايش جابكم هسه؟ فخر هو اجا جاي يجي لك لا تجي. هوب يقول وك يقول لي ولك مشاكل وخر. راح على شو اسمه سيفونه. جاي يريد يركض على هذا ابغى اكل. من هذا يبين ما بيها السمك المي، لانه يمكن ياكلون السمك هذول يشوفون اي سمك جوا الماي يدشون عليها. ما ادريني. يلا يا الله. شوف هذا وين علق شوف. والله هذا حكي طلع. شباب للان الوضع ما يطمئن، ماكو اي سمك لحد هسه، ماكو اي نقرة مثل ما تشوفون. بس نقول الحمد لله. هسه احاول اغير المكان، اشوف اروح لمكان ثاني لي فوق شوي اكثر، بلكي هناك نلقى مكان مناسب. شوف هذا هنا شنو، والله هاي خوش مكان. ليش ما اجرب اجيب السنارة اللي هنا اذب السنارة على كيف، بلكي نجفت شي نصيبنا. يلا يلا يا الله. شباب شلون اصيد، والله شباب لزم. اصبر 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 يا الله. عضها والله عضها. اي يا الله. يلا يا ربك. بسم الله. شباب بس حضرنا نفسنا، رتبنا اغراضنا، مثل ايش توقع، فنحاول ننتقل لي فوق، بلكي نلقى مكان احسن. ان شاء الله نلقى مكان احسن، بلكي ادعوا ويانا يابا. والله هنا ماكو اي نقرة، هناك شوية كان نقرات بسيطة، بس غير هذا ما كان لقيت شي. والله غريبة، هناك كلهم يوصون انه اكو سمكات ويقولون مليانة، بس يعني شفت لحد هسه صار لي ساعات ماكو ولا نقر. ما ادري اغير الجهة اروح لذاك الصوب.
يلا خلي هسه امشي لي فوق، بلكي لقيت مكان احسن. هنا صراحة ما عجبني همين، كلش هواي عالم والضوج. هنا هماتي خوش طريق، نروح بلكي لقينا شي، خلينا نروح بلكي لقيت طريق هناك قدام البحر، اكو فد مكان نشمر السنارة بدون ما شجرات. اي هاي شنو والله خوش مكان. ها همين مو مناسب. شوف الشجرات ما يخليك تذب، شوف السنارة يضربه يدك الدنيا كلها. شوف هذا المكان شو يوديني لهناك هسه. ما ادري ايش صار بيه الكاميرا، خرب حظه علق وياه تخبل. خاف بعد ماكو طريقة تروح لهنا. هاي شنو؟ ماكو طريق، الماي هيجي يروح، هذا طريق هيجي يودينا. لا لا يا الله، خلينا نرجع لعد. هاي شنو؟ هناك طريق. يا والله اكو طريق شباب، لقينا طريقي. اي والله شوف هذا الجو، الله شلون حلو يا ربك. هاي وين جيت اني؟ لا يا الله شوف هنا خضار وهذا يابس. سبحان الله شلون جو خبط صايرين، حتى الجو همين خبط. نتوكل نروح ديغات كي لقينا مكان زين. اوه مسدودة هذا. خلينا نرجع شباب ما له فايدة. لحد هسه اجيت وما لقيت طريق صراحة، حتى الجو هناك وهم مسوين طريق هيجي ديغات بعد ما ادري. يلا خليني ارجع نروح ذاك الصوب، خلينا نجرب حظنا ويا ذاك الصوب، بلكي يا الله ما له فايدة هيجي. ما هذا شنو هاي؟ وهذا مقبرة؟ لا شلون مقبرة كريستوفا هولكا؟ والله 1891 لحد 1917، تقريبا 30 سنة 25 سنة هيجي عمره كان. شنو هذا المقبرة؟ والله غريبة بنص الغابة مقبرة مخلين. هذا منو رايد هيجي يخلي مقبرته بنص الغابة؟ شايفين هذا الجو؟ جو جوي، لو ما ويا جنطة هسه تدش بالغابات. والله جنطة ثقيلة كلش، ما ادري كم كيلو، فهذا 20 يا 20 كيلو بالقوة يشيله، فهذا 50 كيلو يصير يمكن. الله
يابا هتجاوب همين السمك خلوا لنا نقدر نصيد شي. واي هاي مكان مال رياضة همينه مخلي لنا. شلون كبير هذا الغابة ما له نهاية. انتو بس خلوا لكم مكان مال بحيرة حتى نقدر نروح على البحر نصيد. ما اريد شي. اماكن قليلة مكان مخلينا. شو هاللعبة نفس. شوف شباب هذا هنا يقول خفافيش اكو انواع هذا. شنو سالفتهم ما ادري. هذا بيوتهم معلقة بالشجرات. يصير هذا بيوتهم يكون. شوف هذا. اوي اوي. بيت الخفاش. الله يدري بيت الخفاش شنو هذا. بس هيجي اماكن اكو. صراحة هذا مستنقع اذا تطبي يوقع رجلك بيه. تنترس طين. والله اخوان هواي مشيت ليغات ما له فايدة ماكو اي مكان كله هيجي مسدود. ماكو اي طريقة حتى تطبه على البحر. خلينا نرجع احسن. بس جيت بنص الطريق لقيت هذا المكان وبريفات انه شخصي ما تقدر تروح عليها لانه بسبب السفن هنا يخدمون السفن ما ادري شنو يسوون. فقالوا ممنوع تصيد. والله اخواني رحنا زياده وجينا زياده همينه. شو تقولون؟ كلش رحنا زياده ها؟ تعبنا. طريق طويل قضيته اخر المكان ورحت ماكو اي شيء كله مسدوده. ومن انا همين هسه جاي اشوفه ماكو اي مكان مسدود كله. حرامات كل هاي الطريق. هيك مناسب. سد الدودة حتى ما يشرد. يلا يا الله. شباب سمك. شباب لزم سمك. ايه شباب لزم سمك. الله اضرب. الله يكرمش يا ابو. شباب شلون سمك صغير. لك لا بارش هذا سكيت صغير خطيه. شايفينه شباب صراحة والله ما ادري اذبه اتركه خطية. خلي نرجعها بالماي صغير لانه. تعال. راح.
نخلي السبيلة أحسن شي لأنه صغير خطية ما يسوى. يابا الله وياك خطية. روح قول لأهلك خلي يجون أهلك ما يسوى. أنت صغير بعدك على هاي السوالف. خلينا نصعد منا بلكي نسوي شي. شباب خلينا نروح ناكل ما له فايدة. هاي الصغير اللي كان هناك وبعد ماكو. هذا مصيبة ما صاد والله ما ادري ايش اسوي بيه. شو تقولون شباب؟ والله شباب ما له فايدة ما صدنا ولا شي. خلينا ناكل نغسل اول شي ما له فايدة. جعنا والله كلش. يابا شباب هالمرة جايب أكلي وياي بدون ما أطبخ وبدون ما أسوي شي هنا برا. صراحة هنا ممنوعة ما تقدر تسوي نار. إذا أقول ما تقدر تصيد. جوع كافر تدرون. المشكلة وين؟ تاكل هسه بس بعدين تصير خامل تريد تنام جوك هيجي دوخ. المصيبة هو هذا الشي هسه شي يفتح هسه حد ما ينفتح نموت من الجوع. اخ يا ربك هاي شلون صادته ام اليوضة. اي والله عاشتي لك والله. دجاج ويا دجاج شو اسمه مقلاية ويا تمن. اموت على الدجاج الله شاهد. حمص ودجاج والحمص ما ننسى ما ننسى الحمص. اهم شي الحمص. بسم الله. مكان قاعدة مو زينة. شباب هذول جوي صيادين اثنين سألتهم قلت لهم اكو سمك قالوا لي والله اكو سمك بس حسب الايام يعني يوم اكو يوم لا. قلت شلون يعني هسه انا جاي اصيد سمكات صغار اثنين. قال رجعتهم قلت اي رجعتهم خطيه. قال ترى انتبه همين ممنوع اذا حتى لو صغار قانونيا اكو نوع تقدر تاخذه حتى لو صغير بس ممنوع اذا تلزمه وتتركه همينه. قلت لا يابا خطي صغير. قال قانونيا هيك يقول لانه انت طلعته من المايه عذبته فانت لازم همين تاخذه وياك تقتله. يقول يجيك غرامه. اذا يجينا غرامه صغير ناخذها. سالفه غبيه صراحه خطيره صغير تاخذها مو حرام. هذول وين يعرفون حرام؟ هذول يعرفون ان انت تعذبها. يقول ما دام انت طلعتها تعذبها فمجبور تاخذها. ليش؟ لانه هواي منها اكو هواي منها اكو حتى الدوله يخلص منها. المويات هذا يصير قليلا بيها. الله اعلم بعد. هذول الرجال حكوا رشاد. رشدنا سمك بلعنا. يلا يابا ما له فايده شوي نشمر لنا هاي السنارات.
شلون ضحك؟ متونسين يوم يومهم. اضرب شباب والله شوفوا لي هذا شنو جاي لهنا. هو انا جاي اصيد هذا الوحشي جاي لهنا. هلو شلونك؟ شلون حلو والله والله. اوه مغلق عينه. راح اشرد جاي سلم علي ويروح يقول ما ضجيت. لا والله ما نضج احنا. من شنو نضج؟ ها؟ هو اكو احلى من الونسه هذا؟ والله ماكو احلى من هيك شي. صارت ليل وارتاحينا صفينا بالنا هسه شوي الاخ نشيل نروح. اهم شي نتونس والله غير هذا ما عدنا. اخ يا الله يا ربي. اي شباب المشكلة وما بيها مشاكل السيارة. صراحة شباب اني عندي مشاكل فقريات ويا السيارة ما يجوز مني سنوات واني هاي حالتي. يعني ما اقول لا الحمد لله جاني ايام سيارات حلوة مناسبة واني هم كنت اضوج منه بعدين امل سنة سنتين وابيعه لو ما يكفينا عائليا. وصراحة اني ما كنت ابيعه خلي بلاش بسبب احتياجات. مثلا جاني طفل ثاني ليوذا كان عندي السيارة هذا الليموزين الصندوق عنده بعتها على المود حتى اجيب السيارة هذا الكومبي اللي تعرفون الاوروبيين مشهورين بيهم بسبب جهال وعربانة وهاي الشغلات بعتها. فالمهم القصة ما بيها واني دخلت المانيا سنة سنتين جبنا السيارة اني وابوي تونسنا بيها. صراحة اني شوية فلوس منه انطيته وهو هم باقي الفلوس كملها جبنا سيارة بي ام. اني كنت افيق بيها بين الاصدقاء وسوالف مالتي على اساس. والله قلت يابا تونس عندنا شبابيه كنت وقتها من عمر يعني صغير ما اقول لا فمتونس سيارة بي ام عندي ويلا دج بالسوق دج للشغل اوديها والعالم كلها متونس فول جو. المهم قلت يابا ابويا ضاج منها قام يجيب ياخذها وباع. صراحه انا هم قلت يابا شنو السالفه انطيني انا اعطيك فلوس. قال لا لا ما يفيدني هذا انا احتاج فلوسه. باع. انا هم كنت اشتغل صراحه وقتها كنت اشتغل سكيورتي مجمع كم فلوس منها. قلت خليه ما اصرف على السياره هواي جيب لي سياره بقدي برلين كنت وقتها برلين نوبه اعيش ويا اهلي. قلت خليه اجيب سياره بقدي يمشيني شغل منا امور الشبابيه ما عندي عائله ما عندي شيء. دور لقيت شنو سياره سمارت هاي الصغيرونه كان العابه. البستون مالته 2 بساتم بالقوه يودي. والله كان سريعه بالعكس والله كان سريع. كنت اروح على اوتوبان هاي طريق سريع واسوق منها ما خليت مكان. صراحه كان يمي 3 سنوات ونص يجي لحد ما تزوجت ما خليت بيها اي شيء بس بنزين. كان ما يصرف بالشهر مره واحده خلي بيها بنزين صراحه ويمشي كل مكان. انه بعد ما مشى الامور تزوجت انتقلت لكيل منطقه ثانيه وظروف وسوالف قلت خلي ابيع هذا السمارت لانه صار عندي عائله بعد تجيب لي سياره كبيره. صار عندي سياره الحمد لله والشكر. هاي السياره سويت بيها اني فد يوم بروح للبرلين بيت اهلي كان عندي شغل بالسفاره العراقيه صار بيها حادث الله سترنا ونجينا منها الحمد لله والشكر. فد يوم هم احكي لكم قصه الحادث هذا سموه وقته صراحه هاي قصه خاصه بيها. اي والله فصار بينا حادث وطشر السياره مشيت اموره جبت سياره ثانيه ورا فتره بي ام همينه مشاني وجبنا واخذنا وكان يعطل ما اقول لا كل يوميه طالع لي فد سالفه. اني هم اصلح بيها وخلي بيها. هو اني السياره بيش جبت 3000 يورو وصرفت بقد 5000 يورو يمكن عليها بسنه سنتين واني جاي اصرف واصلح لحد ما مليت منها. قلت شنو هذا خلي ولي زباله خلي اي شيء يصير يوقف وقتها بالشارع يلا امشي اموري. وقتها اني تعلمت ما اهتم بالسياره زياده ما انطيها وجه لا اصرف عليها
مثل ما يقولون لا تخلي فلوس بالبير اللي ما يطلع لك مي. فأنا هم هيك سويت وياها، ها جبت سيارة لحد ما جاني اليوذا. وقتها قلت احتاج سيارة كبيرة. هاي شنو بيهم كان؟ سيارة ليموزين، هاي الصندوق العادي. فعلى المود هذا قلت اني خلي غيره بدلها، لانه احتاج هاي السيارة صندوق كبير، وعندي جهال باكر عربانة وشغلات وهموم. الحمد لله بدلناها، جبنا سيارة ثانية مازدا. المازدا همينه فترة مشاني قام الماكينة، يابا وديها على صاحبها. هنا اكو قانون، اذا انت مشتريها من معرض، انا اشتريتها من معرض هذا المازدا، اذا انت مشتريها من معرض، قانون عامة سنة وياه جارنتي ضمان. فاني سويت، رحت على صاحبه عركها وبوكسيات، و3 اسابيع اني اجيبه واخذه. قلت خلي ما اشتكي عليك، لانه هم جماعتنا عرب، فقلت خلي ما اشتكي عليك ومشاكل يصير وما ادري شنو. ورحم الله والدي عمي هم اجوا وياي وساندني، وجبنا اخذنا نحكي وياها لحد ما قال ما انطيكم ولا فلس الا تاخذون سياره مني. قلنا يلا ماكو مشكله. انا همنا خليت وجبه فلوس عليها، جبت سياره منها 2020 وقتها. والله يابا سياره 2020 وعلى اساس مواصفات جديده وسكودا، هلا وفول مواصفات سكودا. سكودا تجيب سكودا اخذ، وتونست بيها فتره مشاني الحمد لله والشكر. والله وشينا بيها، قلنا خلينا نروح لسويسرا وايطاليا. رحنا طلعنا بيها سفره من المانيا لسويسرا وايطاليا، تقريبا 3-4 اسابيع. هناك جبال ونسه وما ادري شنو. على الطريق الرجعه واني وصلت تقريبا ساعه ونص قريبه من البيت. طريق بعيده منا، تقريبا 12 ساعه من بيتنا لهناك، والرجعه من 12 ساعه تقريبا. والله اني جاي ارجع وصلت ساعه ونص باقي للبيت، اشوف ماكينه قام يقرمش. قلت هذا يا الله شنو سترك يا ربي. وقفت جاي اشيك، افتح القبض مال دهن، برق يلعب شوبي برق يسوي لي. قلت خرب حظي ابتليت. قلت هيك خلي امشيها للبيت، شي يصير خليه يصير، ويا جاهل مره خلي ما ابتلي هنا. قضيتها ابتلي، روح دشيتها لحد ما وصلت للبيت. الحمد لله وصلنا للبيت، والنوب من هناك جبت دهن، وقالوا هذا خلي دهن بيها وهيك ما يبقى صوت. انا من جربت ما ابقى صوت صراحه. بعدين اجى دور تبديل الدهن السيرفس، فاني هم ابدل الدهن. بس بدلت الدهن الجديد قام يقرقر، خلي بيها دهن ذاك النوعيه اللي قالوا اللي يخفي الصوت، ما فات. من بعد قام يصافر يدق. قلت يا الله شو اسوي بهاي الاصوات اني هسه؟ اوديه المصلح يقول له هذا ماكينه كلها لازم تبدلها، يكلفك ما ادري الاف اليورات. يا ربك جديد 2020 مواصفات، وهاي ماكينه مالته غالي. يا ربك شو اسوي بيها؟ ها بعتها بنص سعره صراحه. اجى واحد من اخر الدنيا واخذها، والحمد لله شفيت شري منها. ورا ذاك هم اروح دور سياره واخذ سياره وجيب سياره، لحد ما لقيت لي سياره بي ام. هاي البي ام صراحه، هذا البي ام اللي هسه كان تشوفونه بالفيديوهات الاوليه. فهذا البي ام مشاني زين كم شهر، يعني 3-4 اشهر. واني هم رحت لها مسافه بعيده في 4-5 ساعات جيب، وهم يخلي عليها فلوس وهلا 2-3 ضربني. هم شكو والله هم يحتاج مصلح، جيب مصلح خلي عليها فلوس، لان كنت احبها كلش، مواصفاتها كلش حلوه، وبيها ما انا اموت عليها. بس قلت خليها شوي اهتم بيها، نطلع هاي سالفه اللي عالق براسنا مطنقرين ما نصرف زياده. قلت خليه يصرف عليه. صرفت عليه 3-4 آلاف يورو. يا ربك شو اسوي هسه؟ جاب واخذ، قام يدخن قبل شهر، يسلم بدل حدل ما فات الا دخن. خليت هذا بدل ذاك، همنا مصلحين ما ادري شنو. طلع تيربو خربان. تيربو ايش قد يكلف؟ 700-800 يورو. تصليحه ايش قد يكلف؟ 1000 يورو، 1000 ونص. قلت يابا 1000 ونص يروح بيها، شو استفاد؟ هو السياره طص بيها، خليه يم البيت، جيب لي سياره ثانيه لحد ما ينباع، همين النص سعره بيعه شويه زياده ماكو مشكله. بس اهم شيء ما يوقفني سياره ما مليت اني منها، خلي عليها 1500 يورو شنو؟ ضجت والله العظيم. المهم رحت ذاك اليوم لقيت لي بالانترنت سياره موديلات هاي 2010 و9. قلت له والله هاي السياره مناسبه مالتي. والسيارات قديمه صراحه كلش يمي مهمه، لان ليش؟ بيها
المواصفات وشغلات ما مخلين زياده لملمه، مثل اي جي ار اللي يسمونه، ما ادري تيربو زياده وشغلاته، مواصفات خاصه بالمانيا. بسبب حمايه المناخ يخلون هواي سوالف بالمحرك، وهذا الدخان وبارتيكل فلتر وسوالف حتى ما يطلع دخان زياده ووساخه زياده، ويقبون يخنقون المحرك والسياره، كل شيء يخنقون بيها. هاي المشكله اللي يعطل السيارات. فانت هنا بالمانيا اذا تريد تشتري سياره تروح للشركه، شهر شهرين ثلاثه طالع من الشركه، تجيبه يقضي وياك سنه سنتين، تبيعه تروح هم نفس الشيء لازم تشتري سياره ثانيه. الا هذا الطريقه ما عنده غيره. لو تروح تجيب سياره يظل وياك، بس شنو كل سنتين انت توديه يم شركه مالته تدفع عليه 3-4 آلاف يورو، لازم عندك كونتو ثاني، يعني بنك ثاني خاص بس بالسيارات انت بالمانيا واوروبا. هاي ما عندك غير هذا، حل ثاني ماكو صراحه. اسال اي واحد هاي راح يقول لك هاي المشكله. فالمهم شفيت شري منها، خليت يم البيت، قلت خلي يولي بعد مالي واهس ويا السيارات وما ادري مصايب المصلحين هذولا، ويقول لك سعر يبالغ بيها نار. والله بعد الحمد لله وشكر نعمة الله على السيارة، يعني على هذا الوضع اللي ماشيها هم زين الحمد لله، ما عندنا مشكلة وما صار ويانا حادث مشاكل زيادة. بس المشكلة وين شباب؟ هاي تالية والسيارة. واني هم ما حكيت لكم نص القصة. النص القصة كلها سيارات ثانية هم جايب كلها قبل اجيبهم مشاكل ورجعها. هاي ما حكيت بيها، كم مرة صار وياي اجيبها من لو اروح هناك اريد اشتريها اسوقها ما بيها اي شيء، بس اطلع منها اعطيها فلوسه، اطلع من بيتها قبل يصور مصايب، يدخن بوكسيات وكليتش يوقف وما ادري شنو. جبت سيارة واني اشتريتها انطيتها فلوس واني جاي اسوقها نص ساعة، لازم اسوي بروبوفا هذا التيست الها. انه بعدين ما انطيتها فلوس وسويت العقد وياها فدراك وطلعت، بس مشيت راس الفرع يا اخي قام اضرب الكليتش غير عادي، اضرب الكليتش اشيل الرجل رجع قبال انتهيت. قلت لو تنطيني فلوسي لو قلب الدنيا عليك. المهم رجع فلوسي وخاف من السالفه، قال هذا فلوسك وشفيني شرك. اي والله شباب هاي المشكله، ما يجوز السوالف السيارات. والحمد لله والشكر ان شاء الله هسه هاي السياره من يمشينا ويوديكم كل مكانات، نسوي مغامراتنا وما نصيد سمك دائما همينا. يلا شباب تعالوا حتى نروح نرجع البيت. يابا شباب ولهنا وينتهي فيديو خاص بينا. قضينا اجواء حلوه اليوم، صرنا اصغر سمكه بالعالم. اي والله ماكو منها، تونسنا بيها وتعبان اني صراحه كلش. شايفيني هسه جاي اولول زياده، فان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون افضل واحلى وسمكات اكثر، اصغر من هذا شويه اكبر مو اصغر. اي والله لا تنسون تسوون اللايك واشتراك وتعليق حلو منكم، فديتكم ابوس عينكم. يلا شباب مع السلامه.